بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن، وتعليقي على الماتش بتاع الأهلي وغزل المحلة اللي لسه خالص من شوية. ويعني أنا مش عارف هتكلم أقول إيه، بس هو كالعادة الأهلي بينزل الشوط الأول أول 10 دقايق 11 دقيقة أو 12 دقيقة كمان ضاغط وبيعمل شغل حلو وفنتات وسبرنتات وخد وهات وكرة يمين وكرة شمال، وبعد كده بننام ونريح. يعني الاهلي نزل اول 10 دقايق شغال وماسك الماتش وضغط ضغط عالي ومية مية. شوطة من امام عاشور، انت فاهمني، على يصدها عامر على شوطة آه من كريم الدبيس، طبعا بعد كعب انا بسميه كعب الغزال اللي عمله له قفشه. وشاط كوره في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه، ولو كان دخل جون كان يبقى جون جميل. ولكن الماتش الشوط الاول بعد ما الاهلي عمل الكام هجمة دول وضغط 10 دقايق 11 دقيقة بالظبط، والأهلي نام تاني. بدأ غزل المحلة يستحوذ تاني على الكورة. أنا مش فاهم هو ليه بيلعب إمام عاشور وبيلعب قفشة، يعني الاتنين في نفس الملعب، يعني في نفس الشوط. ما ينفعش يلعب بده أو ده، يعني لازم الاتنين. ما هم في وجود الاتنين أنت بتضطر تلعب بقفشة على الجنب أو على الطرف، وهو بينزل يهرب نص الملعب، حتته المكان اللي بيحب يلعب فيه. ثم امام عاشور يروح على الطرف. امام عاشور ما بيعرفش يلعب على الطرف. امام عاشور عشان تلعبه يلعب في نص الملعب في النص، ويا ريت يبقى 8 مش لازم 10. انا ما اعرفش هو كولر مصمم على ان امام عاشور يلعب 10، مع ان هو في الزمالك كان بيلعب 8. هو يلعب 8، مش عارف ليه مصمم ان هو يلعب 10 وبتلعب لي قفشه، يعني بتلعب امام وقفشه. انا مش فاهم ايه الثنائيه الغريبه دي، اللي هم المفروض واحد من الاثنين يبقى موجودين. وانت وكولر اصلا الفتره الاخيره دي ما بيلعب، مش بيعتمد على صانع لعب، يبقى ايه لازمه قفشه؟ يعني ما اعرفش. بيلعب على الطرف، هو مش اصلا مش على الطرف، مش يعني مكانه مش ما بيلعبش على الطرف، مش جناح. هو مكانه نص ملعب 10 صانع لعب. وامام عاشور 8. بيلعب الاثنين ازاي؟ ما يعني هو الافضل، النسخه الافضل من امام عاشور اللي هو يلعب مركز 8. ولكن هو بيلعب مع الاهلي بيأدي وشغال وماشيه معاه وبيجيب اهداف وهداف الدوري وبيجيب ارقام وبيعمل حاجات كويسه. ماشي يعني تشكر. طبعا الشوط الاول زي ما قلت لكم مفيش اي حاجه تذكر غير الكام تسديده، واحده من امام على واحده من كريم الدبيس على قفشه ضرب مدفع. انتوا فاهميني، الشوطه بتاعت قفشه اللي هو خدها من جريديشار، خدها على صدره وراح شايط على الجون. يعني برضه فاهم، دي ابرز التسديدات اللي كانت في الشوط الاول. والشوط الاول كله لعب في نص الملعب، وسبت الاستحواذ بقى، خليت غازل المحله ماسك الاستحواذ وهو اللي بيهاجم. مش فاهم ايه قصه النادي الاهلي ان هو ينزل الشوط الاول يعني الشوط الاول اول 10 دقايق ربع ساعه بيهاجم وماسك كوره وبعد كده بيريح. طبعا هو كده كده احنا متفقين، عشان بس نبقى ايه، يعني متفقين مع بعض ان مفيش فريق هيعمل الضغط العالي الماتش كله. دي معروفه، لازم هيعمل ضغط عالي شويه وهيريح وهكذا، هيسيب الاستحواذ يعني للفريق التاني. ولكن انت مش بتسيب الاستحواذ متعمد، زي ما احنا كنا الاول بنقوله ايه ايام موسيماني، ان هو بيسيب الفرقه اللي قدامه تستحوذ وتعمل اللي هي عايزاه وبعد كده يخطفها. فلا، انت ما بتسيبهمش يستحوذوا، هم بيستحوذوا غصب عنك. انت بتحس ان اللعيبه بتتوه من بعض في الملعب، تلاقي الخطوط بعيده عن بعض وتلاقيهم بيسرحوا وتلاقي ميس باص كتير. اه، ما تعرفش مين بيلعب مع مين. يعني غير يعني تحس ان الشوط الاول بيبقى متقسم. الشوط الاول تبص تلاقي الاهلي نزل اول 10 دقايق ربع ساعه حاجه تانية، في نفس الشوط هم اللعيبه بتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. ما تعرفش بقى ايه اللي حصل، ما تعرفش. انا نفسي افهم. طبعا ناهيك عن ان انت بتنزل الشوط الثاني فرقه تانية غير الشوط الاول، دي قصه برضو تانية هنتكلم فيها. فانا مش فاهم ايه مشكله الاهلي إيه بعد ما تعدي ربع ساعه من الماتش. يعني اول ما ينزل الماتش اول ربع ساعه تبقى ايه حاجه خرافه، بعد كده تبدا الدنيا تتغير. معرفش ايه اللي بيحصل، معرفش ايه اللي بيحصل. سيب الاستحواذ لغزل المحله. غزل المحله طبعا فرقه محترمه. بدا مسك عليه الكوره، خد حوالي اربع ركنيات في الشوط الاول. لو هو يعني يعرف يستغلها او بيستغل الكور الثابته
الاربع ركنيات دول كانوا هيمثلوا عليك خطوره، وخصوصا عندهم المدافع الاقرع ده اللي اسمه عمرو الجزار. الولد دوت يعني عنده العاب الهوا كويس ومميز في الكلام ده، كان ممكن يشكل عليك خطوره، كان ممكن يعمل عليك خطوره لو هما بيستغلوا طبعا. يعني شوط اول آه يعني حتى برضو يعني تسديده من اللاعب بتاع غزل المحله، اللي الشناوي صدها دي، صدها ببراعه. يعني لو ما كانش مصحصح كانت دخل الجون، كانوا هم يعني هيبقى هيتقدموا علينا 1-0، ولكن لولا براعة الشناوي وتألقه صد الكورة. ده الشوط الأول. الشوط الأول أنا من وجهة نظري مسميه حوضة حناكة. اه والله شوط أول بطعم حوضة حناكة، ولا بلاش حوضة حناكة عشان برضه لو حد اسمه محمود ما يزعلش مننا. شوط أول اسمه الأهلي حناكة، أو الأهلي أبو حناكة، بالظبط كده. هو كده بالنسبة لي الأهلي أبو حناكة. الشوط الاول ده شوط غريب كده طبعا، زي ما انتم عارفين ما فيهوش اي فنيات، ما فيهوش اي حاجه. هم اول ربع ساعه، وبعد كده التسديده الهجمه بتاعت غزل المحله، وبعد كده الاستحواذ معاهم، وانت اصلا عمال الكره تتقطع وتشوط وتشلط وميس باص كتير من هنا ومن هنا وشوط اي كلام يعني. ثم الشوط الثاني برضو الاهلي هجمه لامام عاشور ضاعت، ثم الضربه الثابته الفاور في الدقيقه 56 والاهلي احرز منها الهدف الاول. آه يعني هو جون جميل. هو ايه يا جدعان، هو مفيش غير امام عاشور عندنا؟ يعني هو امام عاشور بس اللي بيهدف؟ طبعا ناهيك عن قفشه زي الخرا النهارده، برضه زي ما قلت لكم زي الاهلي. اول بس الشوط الاول لعب له اول 10 دقايق ولا اول ربع ساعه، وبعد كده راح في داهيه. طبعا عندكم امام عاشور هو الوحيد اللي بيلعب في الماتش. يعني انا استغربت ان الشناوي اخد رجل المباراه. ماشي هو صد كام كوره وكان السبب ان الاهلي يكسب الماتش، ولكن برضه امام عاشور عمل شغل عالي لا هو الصراحه كان المفروض يستحق هو لقب رجل المباراه. ولكن حسين الشحات ما كانش موجود اصلا. آه، قفشه راح في 60 داهيه. مين تاني؟ جريدي شار مش هنحكم برضه عليه. الراجل لسه جاي واول كام ماتش عمال يهدف وبتاع، يمكن الماتش ده الوحيد اللي ما هدفش فيه، فبرضه ايه هنديله فرصه لسه برضه ايه ما تأقلمش مع الفرقه، ما دخلش مع الفريق. عمرو السولية راح في 600 داهيه. مروان عطيه يعني اديله 5/10. ان هو يعني ايه بيقطع الكوره، بيعمل افتكاك للكوره بسرعه، بيقطع الكوره. ولكن اللي انا كنت متعود عليه من مروان عطيه ان هو بيدي الكوره لقدام، ما بيرجعهاش لورا. ولكن لو تلاحظوا هو بيعمل كده في عدم وجود عمرو السولية. يعني لو هو واكرم بيلعبوا كنت بتبص تلاقي هو اللي بيعمل الزياده الهجوميه لقدام، فبيطلع بالكره لقدام. انما طبعا في وجود عمرو السولية اصبح ان عمرو السولية هو اللي بيعمل الزياده الهجوميه. اصبح ان الاثنين الارتكاز لازم واحد منهم يبقى متاخر في نص الملعب عشان يقدر يقوم بالواجبات الدفاعيه، وواحد منهم بيتقدم اللي هو عمرو السولية بيتقدم عشان بيجيد يعني ايه التحركات، او بيجيد اللي هو ايه يعني الادوار الهجوميه اكتر من مروان عطيه. فمروان عطيه بيبدا يتاخر لنص الملعب عشان يبقى ايه بيقوم بالواجبات الدفاعيه. طبعا ماتش يعني هو ما فيهوش فنيات كتير زي ما قلت لكم. وانا استغربت جدا بعد الطرد بتاع مصطفى العش. طبعا هنتكلم عن موضوع الطرد دوت واللي حصل فيه، ولكن بعد مصطفى العش ما اتطرد انا هو مثلا كولر هيدافع، بس انت خير وسيله للدفاع الهجوم. المفروض ان انت تدافع وتضغط عشان تجيب جون تاني تأمن النتيجة. ان انت 1-0 هتنزل مثلا 2 خط نص بيدافعوا، هتبدأ تدافع وتعمل يعني هتبدأ تدافع. ممكن هم يتعادلوا يلتشوا الكرة زي اللي لطشوها والشناوي شالها دي ويتعادلوا. يعني الكرة اللي قبل ما مصطفى العيش يتطرد فيها، اللي هو الولد التونسي بن حمودة ده ولا ابو حمودة شاطر، والشناوي تألق النهارده وشالها. الشناوي النهارده كان مفتح فايق يعني ومصحصح. ولكن انا استغربت من التغيير اللي عمله ده. انت بتدافع ليه يا عم؟ الاهلي بيهاجم، الاهلي بيلعب كرة هجومية، مش الاهلي اللي هو ايه
يحصل عنده طرد فيبدا يدافع وينكمش ورا والدنيا معاه. لا احنا بنهاجم. انت عايز تكسب الماتش لازم تهاجم، لان وارد ان هم كانوا يعملوا عليك هجمه ويتعادلوا. نيجي بقى للطرد بتاع العش. انا من وجهه نظري ان هي ما تستحقش الطرد. انا من وجهه نظري الكره بتاعت مصطفى العش دي ما تستحقش الطرد. هتقول لك كوتش ما هو رايح انفراد على الجون، والقانون بيقول ان المهاجم طالما رايح وشه للجون ولوحده حصلت معاه اي عرقله بياخد طرد. احنا يا عم فاهمين القانون وكلكم عارفين، وعارف ان انتوا كلكم فاهمين. ولكن انا عندي يعني حاجه واحده، ان اصلا مصطفى العش ما لمسهوش، ما عملش معاه اي احتكاك، ما شدهوش. نفس الكوره بتاعت برضو، عشان بس برضو ايه يعني، انا مش بقول لكم ان التحكيم بيجامل نادي الزمالك او ان التحكيم مع الزمالك، ولكن بنفس الكوره دي حصلت في ماتش الزمالك وتقريبا بتروجيت، مش متذكر بالظبط، مع حماده القلاوي كان حكم الساحه، لما المسلوسي شد المهاجم بتاع بتاع بتروجيت جوه ال 18، جوه ال 18 مش من بره، جوه ال 18. المهم صفر ركله جزاء وطرد المسلوسي، ثم رجع للفار، الفار استدعاه رجع للفار. انا ما اعرفش هو لغاها ليه. لو تفتكروا في الماتش ده بتاع الزمالك، حماده القلاوي حكم الفار بعت له عشان يشوف الكوره، فراح يبص على الكوره، هو كده كده حسبها ضربه جزاء، ولكن لغى الطرد وراح مديله انذار. انا ما اعرفش هو القانون هنا بقى ايه، يعني هنا ايه وهنا ايه. ما دي لو انت بقى هتمشي ان دي عرقله والمهاجم رايح على المرمى لوحده او وشه وراح انفراد، فانت بيعمل عرقله فبياخد فاديته طرد. طيب تمام، طب ما هنا نفس الكوره وحسبتها ضربه جزاء، ونفس المهاجم رايح لوحده انفراد والمدافع عمل له عرقله، المفروض فيها طرد، اديته انذار او اديته طرد ولغيته بانذار. هل انت لغيته عشان انت كده كده حسبت ضربه جزاء فمش محتاج ان انت حسبت لهم ضربه جزاء فمش محتاج؟ انا مش فاهم. المفروض ان القانون واحد، المهاجم رايح على وشه للجون او رايح انفراد وحصلت عرقله طرد. طرد بقى هتحسب له ضربه جزاء مش هتحسب ضربه جزاء، القانون ما بيجزاش، هو طرد. هنا مع الاهلي ما حصلش عرقله او ما حصلش اعاقه، انت فاهمني، واداله طرد وكلنا شفنا. انا من وجهه نظري ان ما حصلش فيها اي حاجه، ما حصلش اي اعاقه واداله طرد. مع الزمالك العرقله اللي حصلت وكل حاجه حسبها ضربه جزاء، وبعد ما اداله الطرد رجع لغايه اداله انذار وحسبها ضربه. هو كده كده كان حسب ضربه جزاء، بس انا ما اعرفش هو ليه اداله طرد ورجع للفار لما شافه لغاه، بالرغم ان هي كان فيها شد. الاتنين كانوا بيشدوا بعض عشان بس نبقى صراحه. وخصوصا المدافع شده وقعه، طرد اهي، اداله طرد وراح لاغيهم اداله انذار. ما اعرفش هو القانون يعني، انا ما اعرفش، مش هو قانون زي ما بقول لكم قانون واحد، رايح على الجون انفراد حصل عرقله طرد، انما هنا اداها انذار وهنا ما فيش طرد اداها، طبعا عشان مع الزمالك. ما اعرفش، بس هو يعني كريم الدبيس ورط العش برضو. العش راجل يعني احنا مش هنقدر برضو يعني ايه، هو راجل عمل كام ماتش كان مميز فيهم وكان كويس، ولكن برضو هو لسه ما انسجمش بنسبة 100%، يعني مش هتقدر تحكم عليه 100%. ولكن هو يعني ايه، هو كريم الدبيس ورطه، اداله الكوره وهو ما كانش باصص له او ما كانش مركز معاه، فالكوره عدته. ولكن الحمد لله اهم حاجه 3 بونت اللي احنا خدناهم، عشان خاطر انت الماتشات اللي جايه في الدوري زي ما انت شايف مفيش اوبشن ان انت تتعادل. يعني مش هقول لك بقى تخسر، انت مفيش اوبشن ان انت تتعادل اصلا، فلازم كل الماتشات اللي جايه لازم تكسبها، فايا كانت النتيجه او ايا كان يعني الاداء اكسب، وبعد كده الاداء ده بقى ايه واحده واحده. آه طبعا انتوا كنتوا عارفين محمد عبد الله كان هينزل، بس لما اتطرد العش الدنيا حسابات كولر كلها اتلخبطت. الحمد لله على المكسب النهارده. زي ما قلت لكم هو ماتش مفيهوش فنيات كتير، ولكن يعني الشحات زي ما قلت لكم برده كان تحس ان هو تايه. امام عاشور بيطمع بقاله فتره كده، هو اللي عايز يجيب الجون وهو اللي عايز يمرقص وهو اللي عايز يلعب. يا اخي العب بقى مع الفرقه، يعني العب مع الفرقه، انت ما بتلعبش لوحدك. يا اما خلاص بقى يا عم امام عاشور انزل البس
ال 11 تيشيرت انت والعب لوحدك. طالما انت بقى عايز تلعب وعايز انت اللي تصنع، وعايز انت اللي تباصي، وعايز انت اللي تجيب جوان، خلاص بقى. لازم يكون في لعب جماعي، يعني لازم تلعب مع زمايلك، انت ما بتلعبش لوحدك. فاهمني؟ مره بسيط، مره شوط، جات لك الفرصه كده تعمل كذا، جات لك الفرصه تعمل كذا، مفيش مانع. انما انت تبقى انت اللي عايز تلعب، وانت اللي عايز مش عارفه تعمل ايه، وانت اللي عايز تجيب جوان لا، مش كده. الدنيا مش كده. الدنيا مش كده يا عم امام عاشور، الله يبارك لك. احنا بدانا نشيد بيك، وبدانا نقول ان انت بدات تركز في الملعب، وبدات تفوق، والدنيا معاك بدات تمام. فبالله عليك ركز لنا في الماتش، والعب السهل. مش لازم تاخد الكره زي ما بقول لك تخش بيها الجون، يعني العب السهل. وحسين الشحات لو ما فاقش الفتره الجايه دي، زي ما انتوا عارفين في غلان جت في الحته دي، الفتره الجايه دي لو ما فاقش ووقف على رجله ورجع حسين الشحات هيقعد دكه. طاهر لو فضل بالمستوى اللي قبل ما يتصاب بيه ورجع هيقعد دكه. فانتوا حرين بقى، يعني امام عاشور انت براحتك، انت وحسين الشحات. وطبعا ماتش الحمد لله على الثلاثه بونت من فرقه يعني محترمه وغلسه ورخمه في نفس الوقت، والحمد لله ان احنا كسبنا. وتصدرنا الجدول. طبعا لحد ما نشوف بيراميدز بكره هيعمل ايه، ان شاء الله بكره يتعادل ولا هيخسر، عشان نريحوا بقى ايه دماغنا من الصياح والتنطيط ده. والحمد لله والف مبروك على الثلاث نقط، وهارد لك لغزل المحله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اللي هي ما فيش اي حاجه اي فنيات ولا اي حاجه. المهم بس المهم تكون عجبتكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو محترم زي ده يوصل له. تنسوش بقى اللايك والكومنت، مش هوصيكوا تدعوا لوالدي بالرحمه والمغفره، ان ربنا يجعل مرضى في ميزان حسناته، اللهم امين. الاهلي رقم واحد، الاهلي فوق الجميع. سلام.